السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الحبيب، جمهور قناة خط الدفاع. نبدأ بخير الكلام، الصلاة والسلام على سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. العناوين: كولر يجهز ويدبر لمباراة الرجاء. أهلي السلة يفوز بأولى مبارياته في البطولة بال. إدارة الأهلي توافق على ضم إمام عاشور. وجمهور الزمالك أمام سيراميكا دخل بجميع أدوات التشجيع. ميدو خرابة يطالب الزمالك بالانسحاب من مباراة السوبر، وأخبار كثيرة. التفاصيل: كولر يفكر ويدبر ويجهز لمباراة القمة بين عملاق أفريقيا وعملاق المغرب. الأوضاع والأجواء رائعة في المغرب، الجماهير تحتفي وتحتفل بالأهلي والرجاء في آن واحد. نعم، جمهور المغرب العظيم، جمهور المغرب المحترم، استقبل الأهلي استقبال رائع، ويشجع الأهلي أيضا ويشجع الرجاء. جماهير الرجاء أكيد ستقف وراء فريقها بكل قوة، ولكن الأجواء رائعة والاستقبال رائع، والأهلي كأنه في مصر بالضبط، ولا يختلف أي شيء على أنه موجود في بلده. نعم، شكرا إلى رجال المغرب، شكرا إلى إدارة الرجاء، شكرا إلى من يقومون على الرياضة المغربية. نعم الإخاء ونعم المحبة ونعم الصداقة ونعم الإخوة. نعم، شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله المباراة تمر في أجواء رائعة، واللي يكسب نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك، وفي الآخر احنا فريقين عربي، وإن شاء الله الأهلي يوصل إلى نصف النهائي. الجميع جاهز، معلول جاهز، عبد القادر إن شاء الله جاهز، السولية هنجهزه للسوبر، بقية اللعيبة الدكتور أحمد أبو عبلة تصريحاته إنه الجميع الحمد لله في أحسن حال بدنيا. نسأل الله لهم السلامة جميعا، وأن نعود من هناك منصورين إن شاء الله بإذن الله. اللهم انصرنا واكرمنا في هذه المباراة. الأهلي يفوز في أولى مبارياته على فريق الموزمبيقي في مباراة رائعة. قدم الأهلي كل شيء مطلوب في هذه المباراة وفي كرة السلة. 92-74. وجود 4 محترفين أمريكان في فريق الموزمبيقي لم يشفع لهم أمام الأهلي، وفاز بطل مصر وبطل القارة على الفريق الموزمبيقي، ونتمنى إن شاء الله التقدم والتألق في جميع المباريات والفوز بالبطولة السوبر الإفريقية. لكن للأسف إنه جمهور الأهلي ما كانش موجود. طبعا المشاكل اللي حصلت في مباراة الرجاء خلت الجمهور عزف على حضوره المباريات. الوضع بقى صعب جدا ضد جمهور الأهلي، والاضطهاد لهذا الجمهور بقى علني جدا، وفي مشكلة. وإن شاء الله هنتكلم في إن الإدارة لازم تقف وراء الشباب المحجوزين بإذن الله خلال هذا الفيديو. إدارة الأهلي توافق على ضم إمام عاشور، ولكن بعد موافقة كولر. يعني إذا كولر شاف عاشور في الفيديوهات ووافق على ضمه، فإمام عاشور أهلاوي إن شاء الله. الإدارة قبلت اعتذاره، وسوف يعتذر إذا الأهلي وافق على ضم إمام عاشور. إمام عاشور في المؤتمر الصحفي يعتذر للأهلي وجماهيره وإدارته. تمام؟ إمام عاشور بنفسه طالب الوكيل أنه يتحرك في سرعة التعاقد مع النادي الأهلي، لأن الفريق اللي هو فيه مش بالقوة اللي كان يتمناها إمام عاشور، وتقريبا الوضع الاجتماعي بالنسبة لإمام عاشور مش قادر يتأقلم في أنه يعيش في دولة أوروبية. فالأهلي طبعا ده هيغيظ ناس كتير جدا، وهيدمرهم نفسيا، وهيدمرهم فكريا لو الأهلي اتعاقد مع إمام عاشور. دلوقتي قاعدين يلحنوا
ان الاهلي عنده مبادئ وعنده اداره محترمه وعنده ما بغيرش سياسته، وامام عاشور غلط في اداره الاهلي ومستحيل الاهلي يتعاقد مع. لا، هنتعاقد يا حبيبي. المصلحه بتاعت الفريق والنادي اهم من اي تفاهات تانية. وان شاء الله يعني نتمنى فعلا ان الخطيب يعمل الصفقه دي، هتبقى صفقه القرن بنسبه 100%. جمهور الزمالك امس امام سيراميكا دخلوا معاه 5000 علم وادوات تشجيع، ومحدش كلمهم. ليه؟ ليه بتسمحوا لجمهور الزمالك يخش باعلامه وجمهور الاهلي لا؟ ليه بتسمحوا لجمهور الزمالك يحمل اي ادوات للتشجيع والاهلي لا؟ لماذا التفرقه؟ مين اللي بيصنع العنصريه دلوقتي؟ مين اللي بيصنع التعصب؟ مين اللي بيجيب التعصب؟ مين المسؤول عن الكلام ده؟ انتوا ليه بتعملوا كده في الاهلي؟ انتوا ليه كده بتعملوا مع جماهير الاهلي؟ يعني انا مش فاهم صراحه من وراء هذه القرارات، ومن يعني يعطل الاهلي مع جمهوره ويفعل مشاكل بين الجمهور وبين الامن. وده انا مش عارف يعني بصراحه. كل حاجه بتتسهل للزمالك وتمنع عن الاهلي، يعني كل حاجه بتتسهل للزمالك وابسط حاجه بتمنع من الاهلي. يلا ان شاء الله هيجي يوم والظلم ينقشع ويعود العدل ان شاء الله للرياضه المصريه. الزمالك نايم تحت الكرسي ومش معترض على الحكم البنا، لانه عارف التحكيم المصري حاضن للزمالك ومتكفل بيه. طبعا الزمالك دلوقتي مش معترض على الحكم بتاع البنا، ولا هيتكلم ولا هينطق ولا كلمه. امتى هيتكلم عن الحكم؟ لما ربنا يوفق الاهلي ان شاء الله ويكسب السوبر منه ويديله 3-4، هيطلع بقى يقول لك التحكيم المصري والتحكيم الفرنجي والتحكيم السوداني والتحكيم مش بطيخ. هيرجعوا بقى ايه يعني المظلوميه بتاعتهم تطلع، هم نادي المظلوميه. طيب انتوا ليه وافقتوا على حكم مصري؟ الامارات قالت للاتحاد المصري احنا هنجيب حكم سوبر اجنبي للمباراه والتكلفه علينا احنا. يبقى كده رفعت الحرج عن الاتحاد المصري انه ما عندوش دولارات ومش هيجيب حكام. تمام؟ الامارات قالت احنا هتكفل. ليه ما جبتوش بقى يا اتحاد يا مصري يا معرضين كرة بتاع ده حكم اجنبي؟ لانكم عاوزين حزومه عاوز يهدي بطوله للزمالك. مش هينفع كده، الدوري رايح ومش عارف هيحصل افريقيا ولا مش هيحصل. لا يا جماعه، لازم نلحق الزمالك، مش هينفع كده. لازم نحضنه ونحتويه ونلملم الدنيا دي. هيبقى مرتضى معزول والزمالك مكسور والدنيا خربانه، مش هينفع. لازم حد ابعت البنا يشيل الدنيا، ابعت البنا مأذون عشان يجوز الزمالك على كاس السوبر. لو فيكوا شنب وفيكوا راجل وإدارة الزمالك رجالة، ما تلعبوش السوبر إلا بحكام أجانب. لو عندكوا رجولة وعندكوا كرامة، ما تلعبوش إلا بحكام أجانب. قولوا الحكام المصريين هيجاملوا الأهلي، إحنا راضيين، وجيبوا حكام أجانب. لكن عمرهم ما هيعملوا كده، مستحيل مستحيل يعملوا كده. ميدو خرابات بيطلب من الزمالك الانسحاب في حالة لعب محمود كهربا. ليه بقى؟ قال لك ازاي امام عاشور يتعاقب وكهربا ما يتعاقبش؟ خلي بالكم يا جمهور الزمالك، والله ميدو ما بيعمل كده عشان الزمالك، ولا خايف على الزمالك، ولا فارق مع الزمالك. تمام؟ بيعمل كده علشان يشوشر على موضوع مرتضى منصور، وبيعمل كده علشان الناس تنسى عزل مرتضى منصور، وبيعمل كده علشان لو اتوقف كهربا يبقى انتصار محسوب لمرتضى منصور قدام الجماهير ان انا وقفت لكم كهربا. لكن ما فكرتوش يا زملكاويه انه نادي الزمالك ده كله مرعوب من كهربا؟ كهربا عامل لكم حلبسه في نافوخكم. معقوله نادي عريق زي الزمالك مرعوب وخايف من محمود كهربا؟ لاعب خايف من؟ امال احنا لو عندنا رونالدو ولا ميسي ربنا كرم الاهلي واتعاقد مع حد من دول، هتعملوا ايه؟ هتموتوا بقى في بنطلونكم. يا جماعه عيب، عيب والله. الدوله كلها ضد محمود كهربا. التحكيم والانضباط والاستئناف والرابطه والاتحاد والزمالك
واعلام الزمالك كله ضد واحد شخص. معقوله كهربا رعبكم كده؟ معقوله كهربا مجننكم كده؟ معقوله كهربا ملبسكم السلطانيه للطريقه دي؟ معقوله انتوا خايفين من كهربا بهذه الطريقه؟ والله العظيم عيب عليكم، عيب عليكم والله. ميدو يعني بيعمل ده كله والله علشان يعني لو اتعزل مرتضى منصور وشالوه وحبوا يعينوا او يحطوا لجنه او انتخابات، فميدو عاوز يرشح نفسه، فيلاقي واحد زي مرتضى منصور يدعمه وايه ويبقى وراه في من خلف الكواليس ويسنده في انه يعني ينجح في الانتخابات او مثلا يخوض هذه الانتخابات. طبعا انت تاريخك يعني الزملكاويه اصلا لو انتخبوك عيب عليهم. اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك لو انتخبوا ميدو رئيس للنادي والله عيب عليهم. فين حسن شحاته؟ فين فاروق جعفر؟ فين علي خليل؟ فين حماده عبد اللطيف؟ فين الناس المحترمه ديت؟ فين نصر ابراهيم؟ فين الناس المحترمه ديت اللي تترشح لرئاسه الزمالك؟ في ناس كتيره مستشارين في الدوله، وفي ناس في النيابه، وفي ناس كانوا في الجيش يصلحوا للزمالك. انتوا ما فيش الا مرتضى، يعني انتوا ما عندكمش الا مرتضى. فيا جمهور الزمالك ما تفكروش ميدو بيعمل ده كله علشان مصلحه الزمالك، عشان مصلحته الشخصيه. ميدو والغندور وعبد السلام وعبد الشافي ورجب وهزاز الرؤوس قاعدين يقول لك ايه احنا الزمالك اتوقف منه امام عاشور، وتوقف منه شيكابالا، وتوقف منه مش عارف مين. ليه كهربا ما بتوقفش؟ طبعا هما الموضوع كله مش علشان يظهروا ان النادي الاهلي حاليا في حالته كويسه، حاله بدنيه كويسه، حاله فنيه كويسه. ما يقولوش ابدا كولر مدرب فاهم، ما يقولوش كولر عمل شغل مع الاهلي، خلى السكواد كله يتدور تدوير رائع من في كل المراكز. لا، يعملوا لك مشكله، يخلوا جمهور الزمالك يتسلط انه كهربا هو اللي عمل الازمه وهو اللي خسرنا. يعني الزمالك اللعيبه راحت عماله تفكر في كهربا، ما بتفكرش انها تكسب، ما بتفكرش تاخد البطوله، ما بتفكرش في الفلوس اللي مش خدتها، ما بتفكرش في الرواتب المحجوزه. فبيوجه جمهور الزمالك الى مكان تاني. هزاز الرؤوس هو وميدو وغندور وحزومه عاملين شغل جامد الايام دي. مرتضى كاتب لك على صفحته الشخصيه: احتراما لقرارات لجنه الانضباط الواجبه النفاذ تمنعني من رئاسه بعثه الزمالك للامارات. لا يا حبيبي، لانك محبوس، لانك معزول، لانك مالكش صفه، انت مزال العضويه، فازاي هتسافر مع بعثه الزمالك؟ نطالب الاهلي، اداره الاهلي، بالوقوف وراء ابناء الاهلي المحتجزين من الجماهير بتهمه انتماء الى جماعه محظوره الالتروس. نرجو سرعه التصرف. الالتروس اتلغى من زمان وما عادش فيه التروس. يعني لازم اداره الاهلي تتحرك بسرعه، لان الموضوع كده رجع الى نقطه الصفر من الاول وجديد. بعد ما الداخليه وجماهير الاهلي كانوا سمنه العسل، نجح ميدو والغندور ومرتضى وحازم في ضرب هذه العلاقه بين الجمهور والامن، لانهم ما عندهمش حجم الجماهير الاهلاويه، هم عارفين حجمهم في الجماهير. فقال لك احنا الاحسن ما نضربش الاداره، نضرب الجماهير. اذا انضربت الجماهير انضرب النادي كله. فات قد ايه لغايه دلوقتي والزمالك لم يعلن انسحابه، رغم عيات الغندور والحنطور والخرابه وحزومه، الا ان الزمالك كل اللي بيعمله ده فنكوش، عمره ما هينسحب. جابوا له الحكم اللي هو عاوزه مصري رغم اعتراض الامارات، ورغم ان الامارات قالوا لهم احنا هندفع اجره الحكم، مالكوش دعوه بالموضوع ده، تكلفه الحكام علينا. الا انهم برضو جابوا الحكام المصريين علشان يحتووا الزمالك ويدوا له بطوله. لكن الزمالك انسحب مستحيل. لكن ميدو طالع عمال يقول انسحاب مش انسحاب عشان يداري على مرتضى. يقدر يقول مرتضى ليه ما تعزلش، يقدر يقول مرتضى ليه ما نفذش القانون، يقدر يقول يا مرتضى نفذ القانون، يقدر يقول يا مرتضى عيب كده سمعه النادي ومش كويسه. ما يقدرش. الزمالك لقى ان الاتحاد مرحب بالانسحاب،
يعني التواصل اللي بين الاداره الزمالك وبين الاتحاد، قالوا له احنا هنمشي، قالوا والله انتوا براحتكم، عايزين تمشوا امشوا. احنا دلوقتي التذاكر اتباعت 80% او يعني من الاستاد راح للاهلي، فاحنا يهمنا الجماهير، والجماهير اتحجزت التذاكر، يعني الزمالك لو راح مش هيأثر، ناخد بيراميدز مكانه. فلما يقولوا كده الاتحاد مش سائل فيهم، فلغايه دلوقتي قال لك ايه، ما خدوش قرار، لكن عمرهم ما هينسحبوا، هيرجعوا يدندنوا تاني وهيلعبوا السوبر غصب عنهم، ورغم انف ميدو وحازم والغندور وشله الحنتور. تخيلوا الوزير لغايه دلوقتي لم يستطع تنفيذ القانون على مرتضى. يا سياده الوزير، مش قادر تقيل مجلس الاداره؟ مش قادر تنفذ بالقانون الحكم اللي طلع؟ تبقى الوزاره دي فاشله، تبقى الوزاره ملهاش لازمه، يبقى حضرتك تستقيل طالما انت مش قادر تنفذ القانون على شخص في المنظومه الرياضيه. مظبوط؟ نتمنى تنفيذ القانون، هنستنى لما نشوف وزاره الشباب هتعمل ايه. الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، على امل ان نلقاكم. ارجوكم ادعموا القناه، فعل زر الجرس، واعمل لايك على الفيديو وانت بتشوفه، علشان نقدر ننتشر، عشان نقدر ندافع عن نادينا اللي مضطهد من كل الهيئات الرياضية في مصر. شكرا وإلى اللقاء.